فشارك جاهز؟ طب يلا بينا. بتبدأ أحداث فيلمنا بعد خراب الأرض، وفي مدينة شيكاغو بيعيش آخر البشر الناجين، وعلشان الكل يعيش في أمان وسلام مؤسسين المدينة بنوا سور ضخم جدا ممنوع أي حد يعديه، وقسموا الناس لمجموعات، كل مجموعة لها مهام وقدرات. يعني المثقفين دول الأذكياء وأصحاب المعرفة والمنطق، أما الوئاميين ودول عايشين على الزراعة وإنتاج الطعام ومعروفين بالعطف والانسجام، والصرحة ودول من اسمهم ما بيقولوش غير الحقيقة وما يعرفوش غير العدل والنظام، والشجعان يعني الشرطة والجيش بتوع المدينة وشجاعتهم ملهاش حدود. أما المتطوعين دايما بيساعدوا الغير وبيعيشوا حياة بسيطة، وحتى كمان بيساعدوا الناس اللي ملهاش فصيلة، والمتطوعين هم الفصيلة الحاكمة تحت قيادة ماركوس. وتريس كانت دايما بتحب الشجعان وبتبقى مترددة وهي رايحة علشان تاخد الاختبار اللي هيحدد هي هتروح انهي فصيلة بالظبط، وما بتبقاش عارفة هي عايزة تفضل مع أهلها في المتطوعين ولا تروح فصيلة تانية. ولما بتروح تريس علشان تخضع للاختبار بتبقى عارفة انها لو راحت فصيلة تانية مش هينفع ترجع لفصيلتها ومش هتشوف أهلها مرة تانية. وفي الاختبار بتقابل توري، وده اللي بتعمل الاختبار، وأول لما تريس بتخش جواه بتلاقي نفسها جوه أحلامها وبتحصل لها حاجات غريبة. وأول لما بتفوق بتلاقي توري بتتعامل بطريقة غريبة وبتقول لها تجري من الباب الخلفي قبل ما حد يجي، وبتقول لها ان نتيجة الاختبار انها من المتطوعين وكمان من المثقفين والشجعان، ونتائجها ما كانتش باينة، ودي حاجة نادرة جدا لما بتحصل، واسمها المختلفين، ولو حد عرف هتبقى كارثة. وبتقول لها انا هكتب ان الاختبار قال انك من المتطوعين علشان تفلتي. ولما تريس بتتكلم مع اخوها كايلب ما بترضاش تقوله على اللي حصل ولا حتى بتقول لحد من اهلها، وبنعرف ان المتطوعين كلهم تحت التهديد من المثقفين علشان شايفين ان هم اللي المفروض يحكموا، وبيتهموا ماركوس ان هو عامل ابنه وحش علشان كده هرب منه. وفي يوم الاختيار الكل بيتجمع في صالة فخمة، وبتبدأ جنين ودي قائدة المثقفين بإلقاء خطاب على الفصائل، ومن بعدها بيتكلم ماركوس وبيبدأ ينده على كل واحد وبيطلع يختار الفصيلة اللي عايز ينضم ليها. ولما بيجي دور كايلب بيختار المثقفون، وبكده هيسيب أهله هو كمان. ومن بعده بتطلع تريس وبتتردد كتير لحد ما بتختار انها هتبقى من الشجعان. وبعد ما بيخلص اليوم بتجري تريس مع فصيلتها الجديدة وبتتسلق العمود، وبتجري تركب القطر معاهم في آخر لحظة. وأول واحدة بتقابلها هي كريستينا اللي من النهاردة هيبقوا صحاب. وبيوصل القطر عند مبنى الشجعان، وزي ما ركبوا والقطر ماشي لازم برضه ينزلوا وهو ماشي. ولما بتنزل تريس بتكلم إريك، وده واحد من القيادات في الفصيلة، وبيقول لهم علشان تنضم للشجعان لازم تنط من هنا، ولو ما نطتش مش هتبقى معانا وهتبقى بدون فصيلة. وأول واحدة بتجيلها الشجاعة إنها تنط هي تريس، وأول لما بتنزل بتلاقي شبكة عملاقة بتلحقها قبل ما تموت، وبيكون في انتظارها فور اللي بيرحب بيها في الشجعان. وفور ده اللي هيدربهم من النهاردة. ولما بيمشوا ورا بيلاقوا نفسهم في الحفرة، ودي المركز بتاع الشجعان. وبعدها بياخدهم على الغرفة المشتركة بتاعتهم والكل هيعيش فيها سوا لمدة 10 أيام. وبعد ما بيلبسوا لبس الشجعان بيروحوا كلهم على القاعة الرئيسية علشان ياكلوا سوا، وبيجي حظهم وبيقعدوا جنب فور. ولما بيلاقيهم كل واحد بيتكلم عن فصيلته القديمة بيزعق فيهم وبيقول لهم مش عايز اسمع حد بيتكلم عن فصيلته القديمة، كلكم شجعان دلوقتي. وبيتكلم قائد الشجعان مع المبتدئين وبيقول لهم انتوا اخترتوا الشجعان وهتكونوا حماة المدينة وأبطالها، والفصيلة كلها بتحتفل فيهم وبتشيلهم فوق الكتاف. وبيجي يوم الاختبارات اللي هتتعمل جوه الفصيلة، وبيصحيهم فور وبيقول لهم في عندكم مرحلتين، أول مرحلة اختبار جسدي، وتاني مرحلة هي اختبار عقلي، وعلى حسب الاختبارات هنشوف انت هتروح على انهي وظيفة ولا هتخرج من الشجعان تماما وتبقى من غير فصيلة. وهنا الكل بيترعب لما بيعرف ان هم ممكن يترموا في الشارع لو فشلوا في الاختبارات. وبتبدأ الاختبارات الجسدية، وتريس بتبقى فاشلة في كل حاجة، نشان وجري ومصارعة. ولما بيجي وقت القتال تريس بتنزل ضد واحدة تانية وبتبقى خايفة جدا، ومع اول كام ضربة بيغمى عليها. ولما بتيجي نتائج اول يوم تريس بتبقى في مرحلة الخطر، ولو فضلت كده هيطردوها فورا. وعلشان يفرفشوا شوية بيروحوا علشان يرسموا تاتو، وهناك تريس بتقابل توري وبتعرف منها ان وجودها هنا خطر، ولو المجتمع عرف انها من المختلفين ممكن يقتلوها، علشان لو هي مش تبع فصيلة معينة مش هيقدروا يتحكموا فيها. بتصحى تريس قبل باقي المبتدئين كلهم وبتحاول تتدرب علشان تكون أقوى، وبتاخد الموضوع تحدي مع نفسها،
ومع كل يوم بتتقدم أكتر وأكتر، ولكن لسه برضه في منطقة الخطر، لحد ما بيجيلها فور وبيديها شوية نصايح علشان تكسب أي قتال. وبسبب إن كريستين خسرت قتال وبتستسلم، بياخدها إيريك وبيعلقها على كوبري وبيقول لها اختاري تقاومي ولا تستسلمي وتموتي. وبتفضل متعلقة لحد ما بيسمح لأصحابها يشدوها وينقذوها. وبياخد فور المبتدئين للسور علشان يعرفهم مهمة من مهمات الشجعان، وهي حماية السور والمدينة وأي حاجة ورا السور ده خطر عليهم. وبيجي تدريب النشان بالسكاكين، وتريس بتبقى متميزة فيه جدا، ولكن لما واحد بيعمل غلطة وإيريك بيجي عاجبه بتيجي تريس وبتدافع عنه، وساعتها بيقول لها إيريك اقفي مكانه على منطقة النشان، وبيخلي فور هو اللي ينشل عليها، بس هو بيبقى خايف وقلقان وشكله بدأ يحبها. والمبتدئين كانوا معجبين بشجاعة تريس وبيهنوها، إلا واحد بس اسمه بيتر بيجي يقول لها انت اسمك في الاخبار، ولما سبت الفصيلة انت واخوكي خلى الناس تشك في تعاليم ونزاهة الفصيلة كلها. بس واثناء ما تريس بتتمشى مع اصحابها بيلاقوا جنين في مقر الشجعان، وبيبقوا مستغربين من وجودها وبيعرفوا ان هم بيصطادوا المختلفين. وبيجي دور المعركة التانية وبتبقى بين تريس وبيتر، ولكن المرة دي بتكون مستعدة جدا وبتديله كام ضربة محترمة وهو كمان بيردها لها، بس في الاخر بتاخد ضربتين وبيغمى عليها. ولما بتصحى بتعرف ان المبتدئين رايحين للعبة حرب، ولكن اصحابها بيبلغوها ان إيريك طردها ومش هتروح معاهم، ولكنها عنيدة وبتجري وبتركب القطر بمساعدة فور وبتروح معاهم عافية. واللعبة بسيطة جدا، فريقين ضد بعض، مهمة الفريق انها تهجم على قاعدة الخصم وتمسك العلم، والسلاح بيبقى مخدر اعصاب بس الضربة منه بتوجع زي الرصاصة الحقيقية بالظبط. والفريقين بيتقسموا، ناس بتروح مع إيريك وناس بتروح مع فور، وطبعا تريس واحدة منهم. ولما بيتجمع الفريق كل واحد بيقول خطة للهجوم، ولكن تريس بتطلع لفوق علشان تكتشف المكان وبتعرف تحركات العدو، وفور بيطلع معاها لحد ما بيوصلوا للقمة، ومن فوق بيقدروا يشوفوا مكان العلم كويس. وبينقسموا لمجموعتين، ناس تروح تحارب وتريس وفور ومعاهم كريستن يروحوا يسرقوا العلم. وبالفعل بعد ما بيضربوا بيتر ضربة محترمة وبتدور معركة قوية بين الفريقين، بيطلع البنتين وبيقدروا يغلبوا اللي بتحرس العلم وبياخدوه بسهولة. وبكده تكون تريس السبب في مكسب فريقها، والكل بيعجب بيها وبياخدوها لطريق سري للرجوع، وبيربطوها وبتنط من فوق مبنى عملاق وبتطير تريس فوق المدينة كلها، وبتشوف مناظر عمرها ما كانت تتخيل انها تشوفها ابدا. ولما بترجع للمقر تاني وبتشوف نتيجة الاختبارات النهائية، بتلاقي نفسها اخيرا عدت عن مرحلة الخطر وهتتنقل للمرحلة التانية. واثناء ما تريس مع فصيلتها بياخدوا حصتهم من الاكل مع باقي الفصايل، وبتقابل امها اللي بتحضنها من الفرحة وبتقول لها انت في خطر بسبب نتائج اختباراتك، وانك مختلفة، واوعي تثقي في حد علشان المثقفين بيدوروا عليهم. وبيجي دور المرحلة العقلية، ولو حد اكتشف ان تريس من المختلفين هتروح في داهية. ولكن لما بتتحط على جهاز الاختبار بتلاقي فور هو اللي بيعمله، ولما بتخش جوه احلامها بتتعامل مع كل حاجة بطريقة غريبة غير طريقة الشجعان. ولما بتخلص فور بيقول لها انت طلعتي بسرعة قوي من الاختبار، بس كل حاجة تمام، وفي اختبارات تانية لحد الامتحان النهائي. ولما بيتجمع المبتدئين كل واحد فيهم بيحكي عن تجربته مع الاختبار. ولما بتخش تريس الاختبار من تاني بتلاقي نفسها محبوسة في خزان مية، وبتحاول انها تخرج، وبرضه بتتعامل في الحلم بطريقة غريبة وبتتحكم في احلامها. ولكن لما بتصحى فور بيقول لها ان في حاجة غلط، والشجعان ما بيكسروش الازاز كده، وبيسألها عن نتائج اختبارها، بس هي ما بترضاش تقوله وبتسيبه وبتمشي. ولما بتتكلم مع تيري بتعرف ان اخوها كان من المختلفين، ولما القيادات عرفوا قتلوه. بتروح تريس لاخوها الكلب في مقر المثقفين وبتقول له انها في مشكلة وخايفة على حياتها وعايزة تسيبهم وتروح للمتطوعين، بس ده مستحيل دلوقتي ومحدش هيوافق. ولكنه بيفاجئها ان المثقفين هياخدوا الحكم قريب وهيعلموا المتطوعين الادب. لكن واثناء ما هي خارجة بتقابل جنين وبتقول لها ان المتطوعين كسروا القوانين وبيحموا المختلفين وعايزاكي تساعديني في ايقافهم. ولما بترجع تريس لمقرها بتلاقي 3 ملثمين بيعتدوا عليها وبيحاولوا يقتلوها، ولكن بيجي فور في اخر لحظة وبينقذها وبيضربهم كلهم، وبيطلع ان صاحبها واحد منهم.
وبعد اللي حصل لها تريس بتكون خايفة جدا، وفور بيحاول يهديها ويعالجها وبيقول لها ان صاحبك كان خايف علشان ممكن يفشل ويطرد، فلو قتلك هيطلع في الترتيب وهياخد مكانك. وفي الغدا بيجي صاحب تريس يعتذر لها، ولكنها بتهزقه قدام الكل وبتمسح بكرامته الارض، وللاسف بيلاقوه بعدها منتحر ومستحملش الضغط النفسي. ولما بتقابل تريس مع فور بيقول لها ما تخافيش وانا هدربك علشان تعدي الاختبار العقلي، وبيخشوا هما الاتنين جوه عقل فور وبينزلوا على مكان عالي جدا، وبيقول لها الشجعان مش هينطوا وهيحاولوا يروحوا للمبنى ده. ولما بيلاقوا نفسهم جوه صندوق بيتقفل عليهم بتستخدم المسامير علشان توقف الصندوق، وبعدها فور بيلاقي نفسه ماسك سلاح وهيقتل واحد، وكواحد من الشجعان لازم ينفذ الامر ويقتلها. والمفاجأة لما بيلاقوا نفسهم في بيت من بيوت المتطوعين وقدامهم ماركوس، وبيطلع ان فور هو ابن ماركوس اللي هرب زمان من الضرب. وبينتهي الاختبار، وبعد الاختبار بيقربوا الاتنين من بعض ونار الحب بتشعلل بينهم. وبعدها تريس بتروح مع فور علشان يوريها حاجة محدش يعرفها، وان المثقفين بيوصلوا اجهزة غريبة وكمبيوترات كل يوم بقالهم اسبوعين، وكمان مادة غريبة لما بيحقنوا بيها حد بيقدروا يقنعوه بأي حاجة، بس مع الكمية اللي جايبينها ممكن يعملوا بيها جيش كامل. وهنا بيبدأ الاختبار النهائي، وبتخش تريس جوه جهاز الاختبار وحواليها قيادات المثقفين والشجعان. ولما بتخش جوه وبيبدأ بتعدي كل الاختبارات زي ما فور قال لها بالظبط، وبتيجي عند آخر اختبار جوه عقلها والمفروض تقتل فيه أهلها، وفعلا بتمسك السلاح وبتقتلهم، وبتنجح تريس وبتبقى فرد من الشجعان أخيرا. ولكن بعدها على طول بيتجمع كل الشجعان وإيريك بيقول لهم كل واحد هيتحقن بجهاز تتبع، وبيبدأ يحقن كل واحد من الشجعان بما فيهم تريس. وبتصحى تريس وبتلاقي أصحابها بيلبسوا هدومهم ومحدش فيهم بيكلمها وكأن في حد بيتحكم فيهم، وهنا بتفهم إن هم اتحقنوا بالمادة اللي فور قال لها عليها. والكل بيتجمع في الصالة الكبيرة وبيتحركوا زي الروبوتات. وهنا بتسمع تريس القيادات وهم بيقولوا إن الأوامر بتيجي من جهاز إرسال وبيتحكم في الكل. وبيبدأ الشجعان بحمل أسلحتهم، وفي القطر تريس بتلاقي فور واقف ما بيتحركش، وبعد ما بتقف جنبه وبتمسك ايده بتعرف ان هو مختلف، هو كان واعي للي بيحصل كله. بيقف القطر عند حدود منطقة المتطوعين وبيتحرك الجيش بالكامل في اتجاههم، وبيضرب جرس الانذار والكارثة خلاص هتبدأ، والكل بيجري ويهرب من جنود الشجعان، وبيبدأ كل جند منهم بجمع المتطوعين، واللي بيقاوم معاه بيقتلوه. ولما بتروح تريس علشان تدور على أهلها ما بتلاقيهمش، وعلشان إيريك متعقد من فور بيوقفه وبيفضل يهزقه ويشتم فيه. ولما بيحس إيريك إن في حاجة غلط وبيطلع سلاحه وكان خلاص هيقتل فور، الوضع بيتغير وفور وتريس بيرفعوا على القيادات السلاح وبيضربوهم في رجلهم وبيهربوا فورا، وبيلاقوا نفسهم بعدها متحصرين واتقبض عليهم وبياخدوهم للجنين اللي بتبقى عايزة تخلص على كل المتطوعين وشايفة ان هم هيدمروا النظام كله اللي عاملينه. وبيحاول فور ان هو يهرب ولكن من غير اي فايدة، وبياخدوها علشان يعملوا عليه اختبارات، وبتأمر جنين بقتل تريس فورا. ولما بياخدها الجنود علشان يقتلوها بتيجي امها وبتقتلهم كلهم وبتنقذ بنتها من الموت. ولكن اثناء هروبهم بتجري وراهم مجموعة من الشجعان وعايزة تقتلهم، ومنهم واحد صاحبها ما بتبقاش عايزة تقتله ولكن ما بيبقاش فيه اي مفر وبتقتله برصاصة واحدة. ولما بيكملوا هروبهم بتاخد امها رصاصة وبتموت بين ايديها، وبتعيط تريس من القهر والوجع، وبتهرب لحد ما بتوصل عند ابوها. والناس اللي قدرت تهرب من المتطوعين وكمان اخوها كالب بيبقى موجود وهرب من المثقفين، وبتقول لهم على السر اللي مخلي الشجعان يقتلوهم وكمان عن جهاز التحكم الموجود في مقر الشجعان. وبتبقى الخطة ان هم يخشوا ويعطلوا الجهاز ده، وبالفعل بيقدروا يخشوا مقر الشجعان من الفتحة اللي فوق المبنى. وبعد ما تريس بتقدر تسيطر على بيتر بيطلع ان هو صاحي ومعاهم بمزاجه، وبعد ما بتهدده بياخدهم على مجهان الجهاز وعلى طول بيهجموا على الحراس وبيقتلوهم، وابوها هو كمان بيموت. واول لما تريس بتخش كمان لجهاز التحكم وبتشوف المثقفين وهم بيتكلموا في كل حاجة بتلاقي ان فاضل دقايق والشجعان هيقتلوا كل المتطوعين. وهنا بتلاحظ ان فور موجود وبيتحكموا فيه كمان، وبعد ما بيتفك وبيهجم عليها وبيضربها بتقدر انها تفوقه بقوة الحب وكده.
وسط كل القيادات المثقفين اللي واقفين، وعلى طول فور ما بيسميش وبيقتلهم كلهم ما عدا جنين اللي تريس بتضربها بسكينة وبتوقفها على إصدار أوامر القتل، وبعد ما بتهددها ما بتبقاش راضية توقف أي حاجة. وهنا تريس بتجيلها فكرة وبتحقن جنين بمادة التحكم هي كمان، وبتأمرها بوقف كل حاجة، وعلى طول جنين بتسمع الكلام وبتوقف كل حاجة وبتمحي كل البيانات. وساعتها بيفوق كل الشجعان وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل اصلا وايه اللي جابهم هنا. وكمان بتفوق جنين بعد ما بتلاقي نفسها مسحت كل حاجة، وبتنهار من العصبية بعد ما فشلت، وبتاخد من تريس بوكس محترم. ولكن قيادات الشجعان بتبقى في طريقهم علشان تقتلهم، وده بيخليهم يجروا بسرعة ويهربوا عن طريق القطر. وحتى كمان بيبقى معاهم ماركوس أبو فور، وبتنهار تريس في حضن فور وبتعيط على فقدان أهلها، وما بتبقاش عارفة هم هيروحوا فين ولا هيعملوا ايه بعد ما بقوا من غير فصيلة تماما. بس الأكيد